السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم عدي وشوط مع حاتم. يا ريت ما تنسوش تخشوا تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على قناة اليوتيوب، وتخشوا برضو وتدوسوا اعجاب او متابعة على قناة الفيسبوك. دعمكم هيفيدنا جدا، دعمكم هيقوي التيم وورك ان احنا نبتدي على طول نشتغل وننزل لكم كل الاخبار والحصري ان شاء الله، اذا كان على قناة الفيسبوك او على قناة اليوتيوب. تعالوا بقى مع بعض نخش في اخبارنا والنهارده هنسلط الضوء على لعيبه كانت بتلعب في الدوري الممتاز ولكن دلوقتي راحوا لفرق تانية. هنبتدي بمين النهارده؟ هنبتدي باحمد جعفر او غضنفر، كلكم عارفينه كلكم فاكرينه، لعيب نادي الزمالك المهاجم الشرس اللي اطلق عليه الكابتن مدحت شلبي احمد غضنفر في احدى التعليقات بتاعته. احمد غضنفر كان بيلعب لمنتخب مصر وارتدى تيشيرت المنتخب الوطني. تخيل احمد جعفر النهارده بيلعب فين يا جماعه؟ احمد جعفر بيلعب في دوري الدرجة الرابعة، بيلعب في فريق اسمه دايموند. طيب تعالوا نخش ونسيب احمد جعفر. عندنا 2 لعيبة برضو كبار. اول واحد برضو مهاجم كان اسمه ايه؟ احمد جمعة، هو اللي جه في بالك بتاع النادي المصري اللي كان بيتخانق عليه، خلي بالك القطبين قبل كده، الراجل احمد جمعه الهداف الدوري المصري وبرده لبس تيشيرت المنتخب الوطني، بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه. ومعاه طبعا مين؟ معاه احمد شكري، ايوه ناشئ النادي الاهلي اللي كان الناس كلها بتتنبأ له بمستقبل كبير وباهر، ولكن الراجل ساب النادي الاهلي، راح انبي، راح المقاولين، اتنقل بين عدد كبير من الانديه، وبعد كده رسي بيه الحال في دوري الدرجه الثانيه في نادي بروكسي. اللعيب بين احمد جمعه واحمد شكري، الاثنين بيلعبوا في نادي بروكسي في الدرجه الثانيه. ده لا يقلل من دوري الدرجه الثانيه او الدوري الدرجه الرابعه، ولكن احنا بس بنسلط الضوء على اللعيبه اللي كانت الجماهير بتتغنى بيها، الجماهير بتحب تتصور معاها، وصل بيهم المطاف لغايه فين؟ ده مش هتلاقوه في اي حته غير في برنامج عدي وشوط مع حاتم. تعالوا بقى نخش بقى على اخبارنا سريعا. النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم على اسوان خلاص استقر على بديل الكابتن ربيع ياسين وهو احمد الرمادي. هتيجي تقول لي مين احمد الرمادي؟ ايه تاريخه؟ هقول لك. تعالى يا سيدي مع بعض نقول ايه تاريخ احمد الرمادي. احمد الرمادي المدير الفني لنادي اسوان، هو كان لعيب في نادي دمياط وبعد كده انتقل لنادي اسوان، ومن بعديه راح نادي المنيا، وبعد كده الراجل راح المقاولين العرب. طيب الراجل يعني انجازاته؟ بالعكس، الراجل للاسف حظه سيء جدا جدا جدا. يعني جاله اصابه رباط صليبي، كان عنده 26 سنه، بطل بدري، ولكن الراجل كان مختلف في تفكيره، اتجه الى التدريب. طيب بعد ما انهى واتجه الى التدريب، سافر الى الامارات المتحده، الامارات الشقيقه، يعني عشان يدرب هناك، خد كل الرخص التدريبيه، وبالفعل ابتدى احمد الرمادي يدرب في الامارات. والراجل هناك كان مشهور ان هو بياخد الفرق من دوري الدرجه الثانيه بيطلعها لدوري الممتاز. درب 7 فرق وكان اخرهم الشارقه، وطلعهم كلهم لدوري الممتاز في الامارات. مش بس كده، بيعمل فريق قوي. احمد الرمادي بيعمل فريق قوي. ده تاريخ احمد الرمادي. ده خلصت كده يعني اخبار اسوان؟ لا لسه. تعال نقول لكم احمد الرمادي ايه تشكيل الجهاز الفني لاحمد الرمادي. تشكيل الجهاز الفني لاحمد الرمادي: عندنا محمد سعد مدرب عام، وعندنا اسلام يوسف مدرب حراس مرمى، والمعد البدني لسه بيختاروه. الكابتن اسلام الفيل هيفضل زي ما هو، وايضا برضو حماده السيد هيفضل زي ما هو. الاثنين هيفضلوا زي ما هم مدربين مساعدين، ومعاه هيبقى كريم فهمي محلل اداء. دول الناس اللي كانوا مع الكابتن ربيع ياسين. خلصت كده اخبارنا من نادي اسوان؟ لا لسه. اتقل عندنا اخر حاجه هنقولها في نادي اسوان. امبارح نادي اسوان كان بيلعب ماتش ودي مع كيما اسوان اللي بيدربه الكابتن علي عاشور. وعلى فكره يا جماعه، كابتن علي عاشور هو ده اللي جه في بالك، اللي كان بيدرب المقصه في فتره من الفترات، حتى لو فتره قصيره جدا، ولكن كان ساب بصمه.
يعني مدرب واعد ومدرب كبير عايز بس الفرصه في الدوري الممتاز، زي ناس كتير كده زي ايمن المزين، ناس كتير خدت الفرصه زي كابتن احمد سامي، هيثبت جدارته وجداره كبيره جدا. وتعادل امبارح اسوان مع كيما اسوان 1-1، ودي كان اخر خبر لينا من عروس الصعيد هو نادي اسوان. بقى نخش في خبر تاني. الخبر التاني هيجي من الهلال الليبي. الهلال الليبي محمد عوده، ايوه، اللي كان بيدرب المقاولين العرب، اللي كان برضه بيدرب غزل المحله، الراجل اللي كان لعيب في المقاولين العرب راح يدرب الاتحاد الليبي. اتواصلوا معاه والراجل وافق وخلاص بالفعل مضى العقود، وتصور بيه يعني الصوره هتلاقيها موجوده عندك، هتصور بيه الوشاح بتاع الهلال الليبي هو، وخد معاه سامح السقا. بنتمنى لمحمد عوده التوفيق، مدرب كبير ومدرب كويس، والراجل برضه خد فرصته واثبت جدارته. تعالوا كده بقى نرجع من ليبيا على الاتحاد السكندري، نركب الطياره وننزل فين؟ ننزل في برج العرب، وهنروح على الاتحاد مدد 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 الاتحاد سيدي البلد. زوران في ورطه، زوران زعلان، زوران في خلينا نقول مشكله كبيره بس مشكله جميله، ورطه حلوه، زعل جميل. ايه هو الزعل؟ عنده 6 لاعبين انضموا لمنتخبات مختلفه، منهم 4 لاعبين لمنتخبات الوطنيه المصريه، وعنده 2 لاعبين انضموا لفرقهم. ده يدل على ايه؟ افرح يا محمد يا مصلحي، زقطتي يا اتحاد. الجماهير الاتحاد لازم تزقطط، ما حصلتش من فتره كبيره جدا 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 في الاتحاد ان عندها 6 لعيبه دوليين. تعالوا نقول كده، اول 3 لعيبه مروان عطيه ده اول واحد، تاني حاجه محمود علاء المدافع، طبعا مروان عطيه لعيب خط النص، وفي الاخر خالص هنتكلم في خالد صبحي. خالد صبحي ده برضو مدافع، واللي انضم مكان محمود متولي في المنتخب الوطني الاول. وبعد كده هيجي محمد عبد الغني اللي انضم لمنتخب الاولمبي، وبعد كده كريستوفر مابالولو اللي انضم لجنوب افريقيا، وفي الاخر خالص عبد الله نجيب اللي انضم لمنتخب الاردن الشقيق. وبكده الاتحاد السكندري زي ما قلنا عنده مشكله لطيفه وجميله سعيده جدا بالنسبه لجماهير الاتحاد، بالنسبه للحاج محمد مصلحي للصفقات اللي عملها والفريق التيم الكبير اللي عمله، ان هو راح لمنتخبات. يعني كده الراجل ماشي في المسار الصحيح، ومدد مدد مدد الاتحاد سيدي البلد. تعالوا بقى نسيب الاتحاد ونروح على النادي الاهلي، نركب الجو باص او السوبر جيت ونقول له نزلنا الجزيره. دخلنا فتحنا ودخلنا النادي وعدينا على تمثال صالح سليم. عندنا اخبار في النادي الاهلي، تابعونا لاخر الفيديو هتعرف كل الاخبار وكل الكواليس فقط وبس على قناة عدي وشوت، وبرضو في على صفحة الفيسبوك برضو عدي وشوت. دوس لايك او دوس سبسكرايب هنا او هنا وتابعنا، هتلاقي كل جديد عندنا. تعالوا بقى نقول لكم اخبار النادي الاهلي. محمد محمود بنسبة 200% خارج جدران النادي الاهلي. اللي بتقوله ده بالفعل محمد محمود خارج جدران النادي الاهلي في الشتاء الجاي، او خلينا نقول فتره الانتقالات الشتويه الجايه، وده على حسب ما صرح نادر شوقي. وفي نفس الوقت الراجل جاي له عروض كتير، يبقى كده وكولر طبعا استبعده من حساباته. ده بالنسبه لمحمد محمود. تعال نخش على تاني واحد. هتقول لي مين؟ خد المفاجاه، خد القنبله بس فقط على عدي وشوت. حسام حسن. حسام حسن حسام حسن مهاجم نادي سموحه اللي لسه جاي من نادي سموحه. نادي سموحه فاتح معاه خط، الراجل طبعا ما بيشاركش باستمرار، سموحه عايزه يبقى معاه في الفريق. فاضل بس تفصيله صغيره وهي الفلوس، وهيروح برضو على سبيل الاعاره. يا جماعه مفيش دلوقتي نادي بيبيع، لو بتبيع هيبقى مثلا في اخر السيزون، في النص كده مفيش بيع. فالنادي الاهلي عامه دلوقتي ونادي الزمالك النادي الانديه الكبيره بتطلع اعارات عشان اللعيبه لو نجمها علي، نجمها بقى في العلالي، النادي بيرجعه تاني عشان يستفيد من خدماته. وعلى فكره بالنسبه لحسام حسن ممكن الوضع يتغير في لحظه، في ليله، في مينت. ممكن كولر يغير رايه، ممكن تيجي اصابه. الكوره كلها متغيرات، ودي كانت اخبارنا من داخل جدران النادي الاهلي.
تعالوا بينا بقى نركب البيجو السبعة راكب ونروح على اسماعيليه وعلى الاسماعيلي وعلى المانجا وعلى الصنبا. لففناكم كده، خدناكم من الصعيد لليبيا لاسكندريه للقاهره. تعالوا بقى نطلع على اسماعيليه، والنهارده هنتكلم في الاسماعيلي بس المشكله اللي احنا شفناها يا جماعه، والترند اللي كان موجود على الفيسبوك وكل يعني خلينا نقول الناس كلها اتكلمت. صورة صالح جمعة اثارت غضب كبير جدا 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 بين الجماهير الاسماعيليه والجماهير العاشقه للموهبه صالح جمعة. الراجل ايه يا راجل ده؟ ايه يا صالح ده؟ الناس مش لاقيين تيشيرت على مقاسك، كرشك كبير مش ممكن. انت فاتك كتير يا صالح، فاتك الفته والمفتقه والمسقعه والمانجا والكيكه. فين جريدو؟ العيب مش على صالح، مع احترامي ليك يا صالح واللي انا قلته، بس انت لعيب كبير، بنقدك عشان انت لعيب كبير. فين جريدو مطريها. اللي احنا قلنا قبل كده لو ترجعوا لفيديوهاتنا ان جريدو الاداره ادت له يعني فرصه، فالراجل مطريها، عارف ان هو ماشي، عارف ان الدنيا مش ماشيه معاه، فالراجل مطريها سايبه. فين يا عم؟ طلعه على الميزان، زايد اركن على جنب، اقرص ودنه، مش عارف ايه. فين يا صالح ارادتك؟ فين لما طلعت انت مع كابتن احمد شوبير على اون تايم سبورتس وقلت يا جماعه لا السيزون ده مختلف، السيزون ده انا هرجع صالح، انا فاتني كتير، انا انت فعلا فاتك كتير جدا يا صالح. فاتك ايه ولا ايه؟ فاتك كرشك اللي قدامه مترين، ولا الاكل، ولا لا. نادي الاسماعيلي عايز وقفه، الاداره لازم وقفه مع اللعيبه، جايبه لعيبه بملايين، الجماهير مش هتستحمل انتكاسه ثانيه لنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي وبصراحه شديده وبعلنه مش ماشي في المسار الصحيح. يا جماعه بصوا لنادي الاسماعيلي، نادي كبير، نادي الاسماعيلي نادي كبير، فلازم نظره لنادي الاسماعيلي، واحنا بنتكلم حبنا بس في نادي الاسماعيلي. تعالوا بقى نخش في المنتخب الوطني. هنتكلم عن 3 حاجات في المنتخب الوطني. هنتكلم عن المنتخب الاول، وهنتكلم على المنتخب الاولمبي. المنتخب الوطني الاول هنتكلم على رو فيتوريا. الراجل اختار قايمه، والقايمه تحترم، الناس كلها طلعت هجمته. كريم فؤاد، فين كريم فؤاد؟ مش عارف ايه، الاعلام، السوشيال ميديا. يا جماعه اتعلموا، اختيارات المدرب هو ادرى بيها، مين هينفذ خطته، شوف هو ايه النواقص اللي ليه والراجل عايز يكملها. وعلى الرغم من ذلك برضو ان دي مش بطوله، يعني الراجل ما اختارش قائمه نهائيه مثلا لبطوله افريقيا، لكاس عالم، اللي مش عارف ايه، دي مباراه وديه. الراجل لسه بيجرب، الراجل بيحاول يقف على الركائز الاساسيه، باك يمين ولا باك شمال ايا كان. فيعني لو جينا اتكلمنا كريم فؤاد دلوقتي بيلعب هاف، طب هيلعب مكان مين؟ صلاح؟ لا صعب. طب هيلعب مكان تريزيجيه؟ برضه صعب. صلاح ليه البديل وتريزيجيه ليه البديل؟ هيلعب مكان زيزو؟ هيلعب مكان مرموش؟ ف اوريدي كريم بيلعب باك يمين، فهو عايز يوجد باك يمين تاني او عايز يوجد باك شمال تاني، فسيبوا الراجل واختياراته، سيبوا الراجل يوجد اختياراته، نقف في ظهره مش ننتقده على الفاضي والمليان. ده ماتش ودي، وفي الاخر خالص يعني في اخر المطاف بتيجي لسته، تعالى يا عم نحاسبك كيت وكيت 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 وكيت. طب تعالوا نقول دلوقتي لو رو فيتوريا يا سيدي عمل نتيجه كويسه قصاد بلجيكا، هتطلع تقول ايه؟ الناس اللي كانت بتنتقد رو فيتوريا هتيجي تقول لك ده مدرب عالمي، ده الراجل عنده نظره ثاقبه، ده الراجل مش عارف ايه. يا جماعه اتعلموا بقى شويه من بره، اتعلموا وشوفوا ايه. الناس كلها في ظهر منتخبها، عشان كده بيوصلوا كاس عالم، مش بينتفوا في ريشهم. احنا بننتف في ريش المدرب وبننتف في ريش المنتخب اول باول. اديله فرصته ان هو يشتغل. عشان كده المدربين بتطفش مننا. ده اول حاجه في المنتخب الوطني الاول واختيارات رو فيتوريا. طيب تعالوا نتكلم على اصابه محمود متولي جاله شد في العضله الخلفيه. الف سلامه عليك يا محمود يا متولي. وبعد كده المنتخب الوطني طلب ياسر ابراهيم، ولكن النادي الاهلي قال يا جماعه ياسر ابراهيم في جهد زياده في التدريبات، فالراجل عنده اجهاد. يا لو ايه الدنيا قامت ما قعدتش. ازاي ياسر ابراهيم بيهرب من المنتخب؟ ياسر ابراهيم مش عارف ايه، خليته بيهرب، خليته مش عارف. يا جماعه ماتش ودي، ده ماتش ودي مع بلجيكا، بس ماتش ودي، والراجل عنده اجهاد وخايفين عليه في النادي الاهلي. ما هو محمود متولي اتصاب، الناس خايفين عليه في النادي الاهلي، هيروح مش هيفيد المنتخب. هو النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا نادي اسماعيلي يكره ان يطلع من عنده 6-7 لعيبه المنتخب؟ ما هو الانديه دي كلها بتلعب لصالح حاجه واحده، المنتخب الوطني. واقول لكم ازيدكم البيت شعر، او مش شعر بيت، ازيدكم الشعر بيت. تعالوا
هقول لكم اي لعيب يحب يلعب للمنتخب ليه هيتزيط، وده ماتش كبير زي ماتش بلجيكا هيتشاف، تمام. ولو هو صغير في السن او تمام هيتشاف اكتر، هيحترف بره، فمحدش هيهرب يا جماعه. بلاش النغمه دي، ده هرب، ده عمل، ده سوى، ده النادي زعلان عشان اصابه متولي. دي اصابه يا جماعه. النادي الاهلي زعلان ومستقبل منتخب ومن المدير الفني وي يا جماعه، اصابه بتحصل. محمود متولي لسه راجع من اصابه كبيره، تمام. فطبيعي اللي بيحصل مع الراجل برضه لسه، وخد 6 ماتشات ولعبهم اساسي، وبصراحه تالق بشكل كبير جدا، وكان يستحق ان هو يروح المنتخب، بس حظه وحش. في لعيبه كده حظها وحش، زي ما اتكلمنا عن محمد محمود، حظه وحش جدا، لعيب هايل بس حظه وحش. محمود متولي حظه وحش، بس ان شاء الله تتعوض في اللي جاي. محمد عبد المنعم والونش، يعني الناس دي تكره مجالها اصابات يا جماعه. فرفقا باللعيبه ورفقا بالمدير الفني، ونقف خلف المنتخب الوطني ايا كانت. اتفرج وشوف واحكم يا سيدي، اديله فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده احكم. طيب هنيجي عند اخر خبر بالنسبه لنا النهارده من المنتخب الاولمبي، واللي حصل كان يعني مشاده بسيطه بين مدرب المنتخب الاولمبي وعصام الحضري، او كابتن عصام الحضري مدرب الحراس. ويعني باختصار شديد كده، عصام الحضري كان عايز 3 حراس، وميكيلي المدرب البرازيلي كان عايز حارسين بس. عصام الحضري بيبص على ان لو حصلت اصابه يبقى في واحد بيلعب والتاني احتياطي، وطبعا ميكيل هو ليه حريه الاختيار حارسين او 3، ولكن محمد بركات لم الموضوع بسرعه جدا وقعد مع الاثنين ولم الشمل تاني، ويعني خلاص. وامبارح كانوا الناس قاعدين في التمرين مع بعض، وميكيل قاعد واقف مع عصام الحضري وبيتحركوا وبيهزروا ومفيش ادنى مشكله. يا ريت نقف مع كل المنتخبات الوطنيه، اذا كان شباب، اولمبي، منتخب اول. وبكده تكون خلصت اخبارنا النهارده من برنامجكم عدي وشوت مع حاتم. استنونا من كل اسبوع 5 العصر على قناه عدي وشوت او على صفحه عدي وشوت. يا ريت تدوس سبسكرايب وتشترك في القناه، او برضو تخش وتدوس اعجاب ومتابعه على صفحه الفيسبوك. هنقول لكم سلام عليكم.